بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجات حلوه كتير ان شاء الله. كيكه البرتقال والجلاش كمان محشي كنافه، طريقه حلوه جدا وسهله جدا، وحلويات تبقى جميله. لو انت عندك ضيوف او كده تقدري تعملي حاجات مشكله. هحط لك الاتنين في فيديو واحد. ويا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في مقادير الكيكة. عندي هنا كوبايتين دقيق منخولين كويس. عندي هنا كوباية عصير برتقال، كوباية الا ربع زيت، كوباية سكر. ويبقى السكر على حسب رغبتك، عايزة تزودي تقللي في السكر اللي انت عايزاه. هنا 4 بيضات حجمهم صغير شوية، ممكن تستخدمي لو حجم البيضة كبير تستخدمي 3. هنا كيس فانيليا، هنا نص كيس البيكنج باودر هستعملها كلها. هنا عندي معلقة بودرة البرتقال اللي بنعملها عصير برتقال عشان بتدي لون حلو. وهنا عندي قشر البرتقال ببقى طالعه منه الحته البيضه، مفيهوش حته بيضه عشان الحته البيضه بتمرر. وانا هنا سايباه حتت كده، مش حاطه بشر عشان انا هضرب في الخلاط. لو انت هتعمليها بالمضرب اليدوي او حاجه، يبقى تعملي من غير، لازم يكون بشر عشان ما يبقاش حتت كده. انا ده هضربه في الخلاط معاه عشان كده هو حتت يعني. انا هضرب بقى في الخلاط، هروح اضرب العصير البرتقال والزيت والسكر والبيض، واحط عليهم المعلقه ديت، واحط عليهم قشر البرتقال، وهضربهم كويس وارجع تاني اقول لكم هنعمله ايه في الدقيق عندنا. دلوقتي احنا ضربنا الحاجات السائله عندنا كلها في الخلاط، ما فاضلش بس غير الفانيليا والبيكنج باودر. هنفضيهم هنا اهي، الفانيليا اهي والبيكنج باودر نص باكو هحط كله. هقلب بقى هنا. طبعا الدقيق منخول، لو تقدري تنخليه مره واتنين وتلاته يبقى احسن عشان الهواء بيدخل جواه. دلوقتي كده خلاص اهو، حطينا كله على بعضه. الخليط اللي انا ضرباه في الخلاط هبدا انزل بيه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين لونه حلو ازاي؟ عشان المعلقه بتاعت بودره عصير البرتقال. طبعا في الوقت ده انا سخنت الفرن وولعته علشان يسخن، عشان ما ينفعش احط الكيكه على فرن بارد، وما تحطيهاش على الرف اللي تحت خالص، لازم تحطيها على الرف الاولاني او اللي في النص، لكن ما تحطيهاش على اللي تحت خالص في القعر عشان خاطر ما تتحرقش منك. كده خلاص اهو تجانست كلها زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى، انا مجهزه عندي الصينيه حاطه فيها زيت او اي ماده دهنيه، وتبداي تنزلي بيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا مسخنه الفرن زي ما قلت لكم. هبدا بقى احطها في الفرن في الرف اللي في النص، وانا عن نفسي هولع المروحه. لو ما عندكيش اول ما تستوي تحطيها من فوق، لو حباها تاخد وش تولعي لها الشوايه من فوق عشان تديها الوش بتاعها اللون بتاعها. وخدي بالك بس عشان خاطر ما تتحرقش منك، عشان ما بتاخدش وقت كتير برضو. هحطها في الفرن ولما تستوي هرجع لكم تاني. ما شاء الله طالعه اهي زي الفل، لونها جميل جدا وريحتها طالعه خطيره جدا. انا دلوقتي هحط لها شربات. انا عملت لها شربات اللي هو عباره عن كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، وعصير نص ليمونه. واول ما تغلي وتبدا تطلع فقاعات تطفي عليها. ايه رايك؟ اسفنجيه جدا، شايفين لونها من تحت. هنحط لها بقى شربات. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشتغل في الكنافه. الكنافه عندنا اهي
شلتها في الفريزر وطلعت بقى وكسرتها كده، بتبقى سهله وبتبقى ناعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا بقى نحمرها على البوتاجاز. انا مجهزه معلقه سمنه على معلقه زبده. ما بتحطيش زيت، ممكن تحطي سمنه بس، زبده بس، عشان ده بيديها طعم حلو. زبده على سمنه وسايباهم يسيحوا. اول ما يسيحوا هنزل بالكنافه عندنا المتكسره ونبدا نحمرها. دلوقتي بعد ما ساحت اهي هبدا انزل بالكنافه عندي. هبدا احمرها بقى، طبعا ما بسيبهاش وامشي، بفضل طول الوقت جنبها لحد ما تتحمر. ممكن تحطي عليها سكر بودره وانتي بتحمريها كده، بتدي برضو لون احمر ذهبي حلو، بس انا مش هحط لها، انا هحمرها كده بس وبعدين اطلعها. انا كده كده هحشيها في الجلاش وهحط عليهم شربات وكله هيشرب من الشربات. ايوه بصوا بقى انا خلصت اهو، شايفين لونه ذهبي جميل جدا. انا فضلت واقفه جنبه ما سبتوش خالص لحد ما اتحمر، وعلى طول ايدي فيه كده عماله اقلب عماله اقلب، ما تسيبوش وتمشي خالص، عشان لو ناحيه اتحرقت يبقى بوظت الكنافه كلها، هيبقى طعمها وحش. لكن انا بفضل اقلب فيها اقلب فيها، ما بتاخدش معايا 5 دقايق. وبصي اهو على نار متوسطه كده. لو هاديه هتتعبك شويه، هتفضلي واقفه جنبها شويه، لو عاليه ممكن تحرق منك. خليها متوسطه كده وافضلي واقفه جنبها لحد ما ايه تتظبط كده وتبقى اللون ده جميل جدا. هبدأ بقى دلوقتي نشتغل في الجلاش بتاعنا. اول ما تبرد بس شويه تهدى عشان اعرف الفه، هنشتغل في الجلاش. دلوقتي بعد ما الكنافه بردت شويه، احنا اهو الجلاش فردته عندي. هنبدأ بقى نحط الكنافه اللي احنا محمرينها بالشكل ده. هبدأ بقى اقطعهم كده. طبعا شوفي انتي الحجم اللي انتي عايزاه يبقى قد ايه. انا شايفه كده كويس. زي ما قلت لكم انا مسيحه سمنه على زبده. بعد ما خلصت بحط لها بقى كلها. الطريقه دي اسهل من انك تقعدي تمسحي واحده واحده بالفرشه كده. ممكن جلاشيه جلاشيه تقعدي تحطي فيها سمنه، لكن انا كده بحط بينزل فيها كلها وبيسيح. مجهزه الفرن بقى، هحطه في النص وهشغل له الشوايه وتحت، يا اما لو عندك مروحه تشغلي من تحت والمروحه. وطبعا ما بياخدش وقت، بياخد لون ويحمر. تقومي عامله عليه على طول، مطلعه عليه وتكوني مجهزه بقى في الوقت ده الشربات، وتحطي الشربات عليه. الشربات يكون بارد وهو الجلاش طالع سخن عشان يبقى قرمش معاكي. بتاعها هوريكم هيبقى لونها شكله ايه، وهنكونوا مجهزين الشربات ساعتها. دلوقتي شايفين طلعت اهي، شايفين لونها ذهبي جميل جدا. دلوقتي بقى وهي سخنه هبدا انزل بالشربات عندنا اللي برد. زي ما انتم شايفينها كده جميله جدا، والكنافه برضو طالعه مقرمشه وجميله. يا رب يعجبكم الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه.